هزت قضية مقتل التاجر اليهودي المقيم بمصر سلامون شوكوريل، ويعني اسمه سليمان باليهودية، مصر عام 1927. وكان شوكوريل يمتلك مع إخواته محل ضخم يحمل اسم والدهم في وسط البلد بشارع فؤاد الأول وقتها، وكان كل رواده من الأثرياء وكبار القوم في مصر. وتورط في قتله 4 رجال أجانب إذ لم يشترك في شبح. ايوه طبعا كتير جدا يعني، فعلا. مش مره ولا باتنين، ايه 20 بقى 30 40. ايه ايه بقى كنت بيتكم بتشوف كان ايه مسكون ايه بقى؟ واحد شعره ابيض، عينيه كانت جامده جدا، ابيضاني، لابس هاي كولر ازرق وبنطلون اسود، و بيرميبل شفاف يعني. طب وامتى توقف انك تشوف؟ ما توقفش لغايه ما احنا سيبنا الفيلا دي. وعمرك ما سألت ايه الاسباب لا سالته ايه وتحرينا بقى وعرفنا اكتشفت ايه؟ هو مين اتقتل الشخص؟ فيه قتيل كان موجود. شوكوريل تقريبا كان فيلا سيلفاتور شوكوريل. شوكوريل. وكان السر وراء مقتل شوكوريل هو الخيانة والسرقة. فأحد القتلى ومدبر الجريمة جوناريو دي أنطونيو، ويطلق عليه أرنستو، كان بيشتغل سائق لدى شوكوريل، ولكن دب بينه وبين شوكوريل خلاف لسوء سلوكه فطرده، فصارع بالاتفاق مع ادواردو موراماركو اللي خلفه في وظيفة السائق، وهما الاتنين ايطاليين، اشترك معاهم 2 تانيين، واحد ايطالي اسمه داريو جاكويل وهو سليل عائلة ميسورة، ولكن الفساد عرف طريقه الى طباعه زي ما وصفته الصحف المصرية بالظبط وقتها، والاخير يوناني يدعى خريستو جورجيو. اتفقوا كلهم على مداهمة منزل شوكوريل ليلا لسرقة مجوهرات زوجته، وطبعا اللي سهل عليهم دخول البيت هو السائق الجديد اللي كان عارف كل مداخل ومخارج البيت. وبالفعل دخل ال4 متهمين فيلا شوكوريل ووصلوا إلى غرفة نومه، وكانوا بيحملوا معاهم زجاجة من المخدر عشان يحطوا مناديل مبللة بالمادة المخدرة على وجه الزوجين ويسرقوا المجوهرات زي ما هم عايزين. ولكن شوكوريل اتحرك في السرير، فعرف المجرمين إن هو لسه صاحي وما تخدرش وممكن بالتالي يبلغ عنهم، فأقسم لهم شوكوريل إنه مش هيبلغ عنهم أبدا، لكنهم أصروا يقتلوه بعدة طعنات وتركوا زوجته اللي كانت الشاهد الرئيسي فيما بعد على القضية. خد المجرمين مجوهرات من الفيلا بتقدر ب6000 جنيه، وتم اكتشاف المجرمين من خلال أدواردو السائق الخاص بشوكوريل اللي تم القبض عليه أول واحد، وتم التحقيق معاه من جانب البوليس وكمان القنصل الإيطالي لحد ما اعترف بكل حاجة وعلى كل المتهمين، وتم الحكم عليهم هم ال4 بالإعدام. الغريب ان بعد وفاة شوكوريل عام 1927 فضلت فيلته مقفولة لحد ما والد الفنان عزت أبو عوف الضابط أحمد شفيق أحد الضباط الأحرار اشتراها من مجلس قيادة الثورة بعد تأميمها سنة 1957 بناء على طلب من زوجته اللي كانت معجبة جدا بالفيلا الفخمة في الزمالك، ولكن الحقيقة انهم شافوا فيها مواقف مرعبة لان كان بيظهر لهم فيها شبح شوكوريل، وكان دايما بيبقى شايل شمعة او فانوس نور في ايديه. حوادث مثلا، كنت انا واختي منى ابو عوف كنا صغيرين وكنا بندرس في الكونسرفاتوار وكنا بنلعب حته بيانو سوا كاترما، يعني احنا الاثنين بنلعب على نفس البيانو نفس القطعه مع بعض ب4 ايدين. وكان البيانو بتاعنا محطوط في الصالون، الصالون كان كبير قوي قوي وكان مضلمين الدنيا، وفي لمبه محطوطه فوق البيانو فوق النوته بتاعت البيانو عشان نقرا مع بعض. وقاعدين بنلعب ومنهمكين جدا في التمرين، وفجاه في نفس الوقت احنا الاثنين رحنا شايلين ايدينا، وفي نفس الوقت رحنا متدورين ورانا، الباب كان ورانا لكن كان في بيننا وبين الباب في شخص واقف بيبص للبيانو. البيانو ده كان بتاعه هو بالمناسبه، لان حاجينا الفيلا دي لقينا الفيلا فاضيه خالص الا البيانو ده. اختي كانت اول مره تشوفه، اتخضت جدا جدا، فراحت قايمه جاريه وهي بتجري وهو معترض طريقه، فعارفه الحركه دي لا ارادي انك هتخبطي في حد عشان تسوقيه وتجري من الباب. شفتها بعيني وهي بتخش جواه وبتتخبط في الباب وبتفتحه وبتجري. وقالت الفنانة الراحلة مها أبو عوف إن خالها كان شاب في العشرينات من عمره، وفي مرة وهو نايم عندهم في الفيلا طلع له عفريت شوكوريل، فمن الخوف شعره بيض فورا. والأغرب إن والد عزت أبو عوف رفض تماما يترك الفيلا رغم مخاوف وشكوى زوجته، وفضلت فعلا ملك ليهم وعايشين فيها لحد 2007 تقريبا، وبقى عفريت شوكوريل صديق ليهم غير مؤذي. وبعد كده تحولت الفيلا لمقر تابع للسفارة الفرنسية في مصر. تصدق دي؟
كان وقتها كان عنده 24 سنه، وكان بيذاكر في الاوضه بتاعه والدي اللي هو اتقتل فيها سلفاتور. واوضه والدتي زي من هنا كده مشوار يعني. فتعب من المذاكره، طفى النور وحط راسه كده على المكتب، بس لا زي الباركيه بيطقطق كده، وبعدين بيبص جنبه، بس لا واحد لابس زي قسيس كده، وعينيه حمرا خالص، وماسك فانوس. هو كان دايما بيطلع بفانوس. فامي دلعها سيسي. اول السي كانت في اوضه ابويا، السي الثانيه كانت في اوضه امي، واقف وكل شعره واقف مطرطق ابيض.